سلام عليكم. تحياتي لكاع الناس يلعبوا البيس. نتمنى ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير وفي صحه جيده. قبل ما نبداو، شكرا لكم الدراري على الدعم ديالكم في المقطع الاخير ديال يورك. صراحه لقيت فيه واحد الدعم خنفوشاري، دعم اللي رهيب. شكرا لكاع الناس اللي يلاه اشتركوا في القناه، شكرا للناس القدام. افضل شيء وهو انكم تتشاركوا معايا تعاليق زوينه الدراري. تحيه لكم كاملين. شكرا لاي واحد تيدعمني، اللي تيدير شي عمل الدراري، الله يوفقه للخير، الله يسهل عليكم كاملين. اليوم تجربه فريده من نوعها الدراري، اول مره تندير شي تجربه لشي لاعب وفي نفس الوقت نستمتع به. صراحه تلعب وانا فرحان مستمتع بامتى تكون عندك الاشتياق انني نلعب به ولا انا توصلوا الكره. تجربه ممتازه الدراري. المهم قبل ما نبداو اخي ما تبخلش عليا بلايك بارطاج، نحاولوا ان شاء الله نوصلوا ل 10000 صديق ونفوتوها، وحنا قادرين ان شاء الله نفوتوها. الا تيبان لك صديقي بان هذا المحتوى ممتاز اشترك في القناه، ما تيبان لكش بانه ممتاز ما تشتركش في القناه. الله يسهل على الجميع. المهم نبداو الدراري في الشرح على بركه الله. المايسترو حكيم زياش، هذه النسخه هذه متوفره في متجر نقاط الاي فوتبول. صراحه النسخه ممتازه، يعني الا عرفتي كيفاش تطورها فهي نسخه ممتازه الدراري. يعني ماشي هي دي اقوى نسخه، ولكن تتبقى من افضل النسخ ديال حكيم زياش. كما تشوفوا معايا الماكس ليفل العادي توصل 92، ومع البوست ديال الفريق توصل 95 في الماكس ليفل. ولكن كما تشوفوا معايا هو انه توصل هنا عندنا 89. يعني غادي نتطرق الى نقطه وحيده اللي كنت هضرت عليها في المقطع الماضي ديال يورك، وهو انه طريقه التطوير ديال اللاعب ماشي كلهم خصك تطورهم بالطريقه التلقائيه. بحكم انني عندي مهاجمين، انا حكيم زياش احتاجيته كتمريرات. كما تشوفوا معايا فهو توصل 89 وبالبوست 92. يعني طورت ليه هنايا داكشي اللي بغيت فيه، اللي هو التمريرات الطويله، التمريرات القصيره، تقويس الكره والتوازن وقوه التسديد. وانا غنوريكم علاش انني طورت ليه هاد النقاط هادو. صراحه من بعد انني فاش درت ليه نفس هاد الطريقه ديال التطوير حسيت بانني تنستمتع وانا تلعب به، خصوصا كتوزيعات، خصوصا كايرتو. المهم غنخليكم مع التجربه الداري، وفي نفس الوقت غادي نهضروا على النقاط الايجابيه والسلبيه. كيف قلت لكم ما كاين حتى شي لاعب ما فيهش نقاط ايجابيه وسلبيه. المهم نباشروا الدراري. اول شيء غادي نهضروا عليه وهو يعني غادي نبدا به هو الاول هذه المره الدراري، وهو طريقه توظيف حكيم زياش في الخطط. ثم دائما تشوفوا معايا بانه في الخطط اللي تندير دائما تلعب، او في التجارب اللي تندير باللاعبين دائما تلعب بالخطه الكلاسيكيه اللي هي 4-3-3. بالامكان انك تلعب به في عده خطط، ولكن على حسب انت وصلت اللعب ديالك وطريقه التوظيف ديالك للاعب. شوفوا معايا هذا ايرتو، هذا ايرتو ممتاز الدراري. يعني حتى تقويس الكره عند الحكيم زياش فهو ممتاز. كيف قلت لكم ممكن انك تلعب به في الخطه الكلاسيكيه 4-3-3، ممكن تلعب به كصانع العاب في الخطه ديال 4-3-1-2 او الخطه ديال 4-2-2 عفوا. بالامكان انك تلعب به ايضا كمهاجم وهمي. يعني صراحه ممتاز حكيم زياش. خصوصا هنا كتشوفوا معايا قدم لي تمريره حاسمه في الدقيقه 89 سجلنا على الخصم، تفوقنا عليه، فزنا في المباراه. قلت لكم بالامكان انك حكيم زياش تعتمد عليه في عده مراكز، ولكن افضل مركز تنشوفه حاليا اما كصانع العاب او كجناح ايمن. ولكن بالامكان انك تلعب به كمهاجم وهمي. صراحه لعبت به كمهاجم وهمي وقدم معايا اضافه ممتازه، ولكن ماشي كجناح ايمن. يعني غادي نهضروا على النقطه اللي قلت لكم الدراري، علاش ما طورتوش في الماكس ليفل الى 92 توصل في البوست الى 95. يعني شوفوا معايا ايرتو خرافي. يعني هنا داكشي حاولت انني ما نطولش في الشرح ديال اللاعب في الخطه، حاولت انني ندير مقطع طويل في التجربه ديالو باش نشرح لكم علاش طورت ليه الطرق، او علاش طورت ليه الطاقات ديال التمريرات الطويله ما طورتوش تلقائي. كي تشوفوا معايا انا عندي الهجوم، يعني ما محتاجش لشي لاعب او شي مهاجم اخر باش نكمل دوك النزوعات الهجوميه. انا خاصني واحد تعطي حلول. لذلك طورت في حكيم زياش بحكم انه يتميز في التوزيعات. طورت ليه كما تشوفوا معايا الطاقات ديال التوزيعات تمريرات طويله، تمريرات قصيره. شوفوا معايا التسديده هذه، شوفوا معايا التوزيعه بخارج القدم. يا رب شحال غوت في التوزيعه هذه. صراحه ما كانش تنظن بان نيمار غادي يسجلها. علاش؟ لان نيمار ضعيف في الراسيات. شوفوا معايا الدراري، بابا شوفوا معايا التوزيعه. يا رب
كيف قلت لكم هنا شوفوا معايا الايرتو، شوفوا معايا الايرتو، بو 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 ايرتو خرافي الدراري، ايرتو ممتاز ديال حكيم زياش، يعني حتى التمركز ديالو ممتاز. هنا فين قلت لكم علاش ماشي بالضروره انه اي لاعب خصك تطورو بالتلقائي، يعني في حال كي قلت لكم توصل 99 خصك تطورو انت تلقائي باش توصل 99. كي قلت لكم كما تشوفوا معايا فهو واصل الى 89 وبالبوست واصل الى 92، توزيعه خرافيه راسيه من هالاند. هذا هو لافونتاج الدراري. يعني نصيحه ديما تنصحكم صديقي وتنقولها لكم نصيحه اخويه الدراري، يعني من اخ الى اخ، حاول انك تطور اللاعب على حسب هو وستيل اللاعب ديالو، او على حسب هو والمركز فين تيلعب. كان مهاجم طور ليه الطاقات الهجوميه، كان مدافع طور ليه الطاقات الدفاعيه الدراري. شوفوا معايا انا فاش طورت ليه التوزيعات الطويله والتوزيعات القصيره، يعني حاولت اني نعتمد عليه كصانع العاب يعطيني حلول بحكم انني عندي الهجوم. شوفوا معي طورت ليه كي قلت لكم الايرتو، وطورت ليه التوزيعات يعني التمريرات الطويله والتمريرات القصيره، صراحه خرافي، تيلعب معايا اداء ممتاز. كي قلت لكم بالامكان انك تطور له على اي طريقه بغيتي انت، ولكن شخصيا تنشوف بانه هذه الطريقه باش طورته فهو استمتعت به، خصوصا كايرتو، خصوصا كتمريرات طويله وتمريرات قصيره، خصوصا فاش نكون محتاج ماسه حاجه انني تكون خاسر. شوفوا معايا الايرتو الدراري، هنايا ايرتو خرافي، ما صدقش المره الاولى ولكن المره الثانيه صدق. هذا الهدف من افضل الاهداف اللي تنسجلهم بشي لاعب عنده قدم يسرى، صراحه هدف اللي ممتاز الدراري. كيف قلت لكم هنايا تضطريت انني ندير ليه الاعاده. شوفوا معايا الايرتو، والله الا ايرتو زوين، ايرتو ممتاز استمتعت به. يعني زياش عطاني حلول ممتازه ودار لي اضافه في الفريق، رغم انني عندي كثافه في اللاعبين، ولكن من الصعب انني نتخلي عليه، خصوصا بالطريقه التطوير اللي طورت. شوفوا معي هنا فين قلت لكم سكولز، هذا سكولز عباد الله وضربها براسو، باش تعرفوا معايا الدقه في التوزيع ديال الكره، صراحة ممتاز. يعني غادي نعاود نرجع نقولها لكم نصيحة أخوية صديقي، حاول أنك تطور اللاعب على حسب ستايل اللاعب ديالو أو على حسب المكان فاش يلعب. كان مهاجم طورو طاقات هجوميه، كان مدافع طور للطاقات الدفاعيه الدراري. يعني تنظن نقولها لكم الدراري نصيحه مني، يعني ماشي بالضروره تطوروا تلقائي باش يوصل الماكس ليفل تقريبا كي قلت لكم 99. كيف قلت لكم ايجابيات في حكيم زياش اكثر من السلبيات. هنا سجلت الهدف في الدقيقة 86، هدف قاتل، بحكم ان هذه المباراة كانت مزيرة، يعني كان ضغط عليا وعلى هذا الخصم هذا، ما كانوش حلول بزاف. حتى بدلت التكتيك ديال اللاعب، كنت نلعب بتكتيك 4-3-3 ورجعته ب 4-3-1-2. شوفوا معايا هنا التوزيع، شوفوا بابا هاريكين، شوفوا هاريكين فين كان وفين ولا، باش تعرفوا بانه الدقة في التوزيعات. يعني شخصيا تنشوف بانه اي واحد عنده حكيم زياش وباقي ما طوروش، او انه باقي ما حصلش على النسخه ديال المتجر، حاول صديقي طور ليها طاقات ديال التوزيعات. شوفوا معايا هاد الكفره هادي، شوفوا معايا با اي وشوفوا معايا التمركز ديال زياش. شوفوا معايا هنايا، شو عطاه مودريتش الى من الى زياش. شوفوا معايا ايرتو اي قلت لكم بانه ممتاز الدراري، تعطيك حلول، وهادشي اللي كان خاصني انا بحكم انني عندي المهاجمين، هذا هو اللي كان خاصني صانع العاب تعطيك حلول، رغم انني عندي كرايف، عندي ميسي، عندي عده لاعبين، ولكن زياش كالتمريرات فهو ممتاز. شوفوا معايا هادي على الطاير يا حبيبي، على الطاير با. كيف قلت لكم الدراري حكيم زياش فهو لاعب متكامل، طريقه التطوير اللي طورته فهي استمتعت بها صراحه، يعني نفعني كطاقات هجوميه، نفعني كمسانده هجوميه، نفعني الدراري، عطاني اضافه، عطاني عده حلول، صراحه بالامكان انك تعتمد عليه. نصيحه لاي شخص يحاول انه يطور له التوزيعات والايرتو، وغادي يقدم معك اداء خرافي الدراري. نتمنى انكم استمتعتوا بهذه التجربه هذه. شكرا لاي واحد يدعمني، نحاول ان شاء الله نوصلوا 10,000 صديق الدراري. سلام عليكم.